الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini, Rabu malam Kamis, bertepatan 29 Oktober 2025 Masehi, atau bersamaan dengan 8 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Hal-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Saripudin Ya'qub MHAI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah harap tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله ودمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب
ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah malam hari ini kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah bahas salat yang sah, salat yang diterima. Salat yang sah itu yang memenuhi 4 komponen, ya, 4 bagian. Pertama, syarat sah salat. Sesuatu yang kita selesaikan sebelum memulai salat. Umpamanya berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar serta najis, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, berdiri di tempat yang suci, menghadap kiblat, dan sudah masuk waktu. Itu syarat sah. Kemudian terpenuhi juga rukun-rukun dalam sholat itu. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Sudah kita uraikan dan tidak boleh tertukar. Kemudian ada yang terkelompok pada sunat muakkad. Misalnya duduk tahiyat awal dan membaca tasahud awal. Kunut subuh. Kunut ketika 15 malam Ramadan pada witirnya dan seterusnya. Lalu terpenuhi juga sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini ada 40. Terpenuhi 4 komponen itu, sholatnya sah. Lalu yang termasuk dalam sunat hay'ah itu menurut para ulama fikih diantaranya itu khusyuk, hudur, tadabbur. Khusyuk itu dalam mazhab Syafi'i menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat. Itu hudur. Sedangkan tadabbur itu memahami apa yang dibaca. Jadi khusyuk, hudur, tadabbur ini dalam tinjauan ahli fikih itu sunat hay'ah. Artinya kalaupun belum terpenuhi khusyuk, hudur, tadabbur, sholatnya sah. Tapi menurut ulama tasawuf sholat yang diterima itu sholat yang khusyuk, hudur, tadabbur. Apa dalilnya? Innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya tidak berpaling. Hati yang tidak berpaling ini maknanya itu khusyuk. Lalu ada yang membatalkan sholat. Sholat yang sah tadi memenuhi syarat rukun serta sunat muakkad dan sunat hayat. Di samping itu ada yang terdapat 11 yang membatalkan sholat.
Pertama, pembicaraan yang sengaja ditujukan kepada anak Adam, baik yang berkenaan dengan masalah sholat atau lainnya, walaupun dengan satu perkataan seperti mendoakan orang yang bersin. Nah, ini kan ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi yang mendoakan orang yang bersin di dalam sholat, lalu Rasul SAW bersabda kepada Muawiyah bin Abi Hakam ini, Al-Hakam ini, inna hazihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Akhrajahu Muslim. Artinya sesungguhnya sholat ini tidak boleh dicampuri sesuatu dari bicara manusia selain yang dibolehkan, yaitu bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Nah, Muawiyah ini yarhamkallah, mendoakan orang yang bersih. Batal itu sholat. Jadi melakukan pembicaraan. Lalu bicara yang satu kata tapi bermakna. Misalnya ku. Misalnya kalau bahasa Indonesianya geser. Waktu berdesak-desakan itu sedang sholat geser, batal. Jadi tidak boleh bicara selain dari apa tadi, tahmid, tasbih, bacaan Al-Quran gitu. Kemudian melangkah 3 langkah yang berturut-turut, pukulan, menggaruk 3 kali berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ya. 3 kali berturut batal. Kan pernah saya sampaikan apa yang kata Rasulullah SAW, arbaun ada 4 yang kelak kecewa kalian di akhirat. Pertama, ketika namaku disebut, kalian tidak menjawabnya, tidak meresponnya dengan bersolawat kepadaku. Jadi kalau ada yang menyebut seperti Nabi Muhammad, kita respon dengan sallallahu wasallam alaihi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Arbaun minal jafa, kata Rasul, 4 yang kalian kecewa di akhirat kelak. Pertama, ketika namaku disebut, kalian tidak meresponnya dengan bersolawat kepadaku. Kedua, ketika muazin mengumandangkan azan, kalian tidak menjawab muazin itu. Jadi kalau sedang ada azan jangan ngobrol, jawab ya. Ketiga, anna rajula yaqumu qaiman, seorang laki-laki kencing berdiri kecuali darurat gitu ya. Nah, daruratnya pakai sepan sempit, kalau tidak berdiri tidak keluar. Nah, itu darurat ya. Karena pernah Rasul dikabarkan kencing berdiri di tempat pembuangan sampah dalam perjalanan, itu darurat gitu. Tapi selain itu, kata Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah kencing berdiri, duduk gitu. Yang keempat, belum selesai sholat banyak meraup muka, menggaruk muka. Nah, itu yang tidak khusyuk tadi itu. Itu membatalkan sholat kalau 3 tadi berturut-turut. Melangkah juga 3 langkah berturut-turut, maka batal sholatnya. Jadi berbicara dengan sengaja walaupun 1 kali itu membatalkan sholat. Tadi itu ya. Hal dimaksud bermuara pada Rasulullah SAW yang menyatakan tentang peristiwa menyentuh kerikil di dalam sholat. Kalau engkau mesti melakukan menyentuh kerikil, maksudnya maka 1 kali saja. Hadis riwayat Muslim. Apa nih kerikil? Ini konteksnya ketika masjid di masa Rasul itu belum disemen, masih banyak kerikil ya. Tidak ada yang mainkan kerikil sedang sholat, sedang khutbah mainkan kerikil. Nah, kata Rasul, sekali saja, jangan berturut-turut, batal sholatnya ya. Lalu berhadas di dalam sholat,
baik dengan sengaja maupun karena terlupa, baik terjadi sebelum sholat maupun ketika sedang sholat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansorib falyatawadda wal yu'id sholatahu." Rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Artinya apabila seorang kamu terkentut ya buang angin di dalam sholatnya, ia berhenti dari sholatnya dan berwuduklah, kemudian mengulangi sholatnya. Nah, sebelumnya kita pernah bicara bahwa makruh menahan buang air kecil maupun buang air besar. Ya, itu makruh. Karena itu yang baiknya kalau mau buang air itu batalkan ketika sedang berjamaah ya. Buang air atau kentut, dan itu berwudu lalu masbuk. Itu lebih baik daripada menahan buang air kecil maupun buang air besar. Tapi masbuk ini dalam mazhab Maliki sah berjamaah masbuk itu kalau memperoleh 1 rakaat bersama imam. Tapi menurut Imam Syafi'i, selain Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, walaupun nimrung di rakaat terakhir tidak boleh 1 rakaat. Misalnya nimrung ketika imam bersama makmum sedang tahiyat akhir, niat Allahu Akbar, berniat ikut imam ya, lalu turun duduk iftiras. Kalau imam bersama makmum duduknya tawaruk karena tahiyat akhir ya. Nah, yang baru nimrung ini duduknya iftiras, baca salawat juga, baca tahiyat, tapi sampai tahiyat awal saja. Ketika imam salam ke kanan, salam ke kiri, dia bangun. Artinya belum memperoleh rakaat. Nah, selain Imam Maliki itu sah sholat berjamaahnya yang masbuk itu. Tapi Imam Maliki harus memperoleh 1 rakaat baru sah berjamaahnya. Itu sholat fardu 5 waktu. Tapi kalau sholat Jumat sepakat seluruh ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali harus memperoleh 1 rakaat sholat Jumat. Kalau tidak memperoleh 1 rakaat sholat Jumat waktu masbuk, ini bagi yang wajib sholat Jumat ya, maka dia masih dibebani melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Tapi selesaikan dulu masbuknya 2 rakaat itu. Ya, hal ini mungkin tadinya dia sudah siap-siap mau berangkat, tapi di tengah perjalanan mogok motornya itu, bersihkan businya masih, lama-lama hidup, begitu sampai ke masjid oranglah sudah rakaat kedua, gitu ya. Jadi kalau buang angin batal sholatnya ya. Kemudian keberadaan najis ketika sedang sholat, dijatuhi kotoran cecak atau tokek atau najis lain yang tidak dimaafu. Yang tidak dimaafu ini artinya tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu misalnya darah nyamuk yang belum kenyang, masih sedikit, itu dimaafu. Sengaja tertepak ya, tapi ada sedikit saja, itu darahnya dimaafu. Tapi kalau sudah kenyang, sudah mercik, itu batal ya sholatnya, darah najis. Ada lagi misalnya darah kutu. Misalnya sedang sholat, yang banyak kutu ini perempuan ya, dinastis, darah kutu masih dimaafu. Nah, darah cecak, darah tokek netes ke imam, jadi makmum yang di belakang harus beritahu subhanallah. Nah, imam kan merasa pasti ada salah ini, bacaan tidak, gerakan tidak, artinya kotoran, nyingkir dia. Jadi digantikan oleh yang di belakang imam. Melangkahnya tidak boleh 3 langkah berturut-turut, 1 langkah dulu, teruskan apa yang mesti diteruskan dalam sholat itu ya. Kemudian terbuka aurat
jika seseorang sengaja membuka auratnya, walaupun seketika itu juga ia menutupkan kembali auratnya. Sebab menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Nah ini yang kenyataan kita temui ya. Dia pakai celana, pakai kaos singkat, tidak pakai singlet. Waktu ruku terbuka. Ya, kelihatan hampir lubang duburnya itu. Masuk aurat ya. Kan aurat laki-laki itu pusat sampai dengkul ya. Nah, jadi batal itu. Walaupun ketika dia tegak sudah tertutup lagi. Nah, karena itu anak-anak muda ya dinasihatkan kalau siap untuk sholat pakaian itu diatur ya, singlet, kaos dalam yang lengket diikat pinggang ya. Lalu kaos biasanya di luar, tapi kan ketika ruku nyingkat dia, itu membatalkan sholat ya. Kemudian merubah niat. Jika seorang berniat keluar dari sholat, maka seketika itu juga batal sholatnya tanpa hilaf. Bagaimana ini? Misalnya ibu ini sholat di rumah ya, bau bunyi guru mau hujan, teringat dia pakaianlah kering, nah ini ragu, nah, dibatalkan, nah batalkan. Sudah terniat mau membatalkan itu sudah batal itu. Dia ambil dulu jemuran, kaget ngulang salat. Jangan tanggung ini. Zuhur ini rakaat ketiga. Tegur guru. Ragu. Ya, sudah batalkan. Bagus dibatalkan, ngulang saja. Kemudian begitu pula apabila seorang berubah niatnya dari niat suatu fardu ke fardu yang lain, atau dari fardu kepada sunat, maka batal sholatnya. Jadi niat itu mantap. Sholatnya sholat sunat ya, sholatnya sholat fardu. Jangan berubah niat. Nah, jadi kalau begini, ada yang sudah sholat di masjid sendiri, dikiranya yang baru datang ini, ya ini sholat fardu, tepuknya kan. Rupanya 2 rakaat salam dia nih, sholat sunat ya. Nah, sah enggak jamaah yang tadi sholat fardu berimam kepada yang sholat sunat? Jawabnya dalam mazhab Syafi'i sah, karena seorang sahabat yang sudah sholat isya bersama Rasul di masjid, kemudian kaumnya, keluarganya minta diimami oleh yang sudah sholat bersama Rasul di masjid tadi. Izinkan Rasul. Artinya status yang akan jadi imam ini sudah sunat. Ya, sedangkan kaumnya, keluarganya itu fardu. Ini alasan dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang sudah masuk masjid dulu, padahal dia sholat sunat, ada yang menyangka dia sholat fardu, dia bermakmum. Nah, ketika dia salam ke kanan, salam ke kiri, teruskan saja. Dan nanti yang tadi jadi imam karena sholat sunat dia menjadi makmum sholat fardu kepada yang tadinya mantan makmumnya, kan gitu. Kemudian begitu pula ketika seseorang ragu-ragu di dalam sholatnya, mau memutuskan sholatnya apa tidak, maka batal sholatnya. Karena di dalam sholat diwajibkan mantap niatnya supaya tidak terganggu khusyuknya. Ragu karena apa? Ini banyak pertanyaan ini di jamaah ya. Ketika sholat fardu yang jahar, dia mendengar bacaan Fatihah imam ini tidak begitu sempurna. Nah, ragu dia. Sudah munfarid tuh. Memisahkan diri ya daripada ragu-ragu gitu. Kemudian membelakangi kiblat. Jika seseorang membelakangi kiblat, maka batal sholatnya, kecuali sholat sunat di atas kendaraan. Karena Rasulullah SAW kalau dalam perjalanan, sholat sunatnya di atas kendaraan.
ketika takbiratul ihram kepala kendaraan dihadapkan ke kiblat. Tetapi ketika berjalan kemana saja kepala kendaraan itu menghadap sah, hanya sholat sunat. Nah, kalau sholat fardu yang tidak bisa kita hindari ketika umroh, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, kita ini Sultan Mahmud Badarudin ya, jam 10. Nah nanti berapa jam kemudian zuhur, sholat di pesawat, tapi tidak menghadap kiblat. Ya, tidak bisa kita menghadap kiblat, tempat duduk kita. Kita mau berdiri dilarang oleh kru pesawat, tak boleh berdiri. Duduk di tempat duduk itulah. Tidak ada air, tayamum. Nah, sholat kita yang tidak menghadap kiblat itu dalam mazhab Syafi'i, dalam kondisi di atas pesawat yang tidak bisa mengelak, tidak menghadap kiblat itu sah sholatnya, tapi statusnya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Karena ada sabda Rasulullah SAW, fa'ai nama adroktumus sholat fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Masa calon tamu Allah tidak sholat? Ya kan kru pesawat itu bilang tuh, kita berada di ketinggian sekian di atas wilayah kota ini, dan sekarang sudah masuk waktu zuhur. Sholat kita. Karena dalam perjalanan musafir, sholatnya boleh dijamak dan dikosor. Jadi jamak takdim, zuhur dengan asar. Usolli pada zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru. Sembahyang pada zuhur 2 rakaat, qasar dihimpunkan kepadanya asar. Sudah 2 rakaat. Karena tayamum ini hanya untuk satu sholat fardu. Tayamum lagi. Lalu sholat asar, usolli pada asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri. Aku sembahyang pada asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada zuhur. Nah, itu statusnya lihurmatil wakti. Karena tidak menghadap kiblat, rukuknya isyarat, sujudnya juga isyarat. Nanti ketika sudah sampai di tujuan masih ada kewajiban i'adah, mengulang. Nah, dalam perjalanan ke Jeddah ini, hari Senin kita berangkat jam 10 pagi, tiba di Jeddah itu hari yang sama, tapi waktunya asar. Kita sholat asar lagi, boleh qasar saja ya. Nah, lalu nanti setelah sampai di Madinah, setelah sholat berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, kita melakukan i'adah, melakukan pengulangan sholat-sholat yang tadi dilakukan di pesawat. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, dalam kondisi seperti itu tidak usah sholat, niatkan qadha. Hanafi. Tapi Syafi'i lain tinjauannya. Qadha itu artinya menunda-nunda sholat pada waktunya. Berdosa dalam pandangan mazhab Syafi'i. Makanya dalil hadis tadi itu, fa'ai nama adraktumus sholat fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Sholat dihurmatil wakti ya. Sama dengan kita dalam keseharian. Misalnya tadi dari kantor sudah sholat, pulangnya jam 4 ya, sudah sholat asar, tapi di jalan macet ya. Macet ini sampai diperkirakan ke rumah nanti isya. Jadi di kendaraan ini maghrib, sholat seadanya. Begitu. Kalau mau menepati apa yang dinyatakan Rasul, fa'ai nama adraktumus sholat fasallu. Maka di mana saja kalian bertemu waktu sholat, sholatlah kamu. Kan macet. Sholat seadanya. Apalagi kalau ada sopir ya, jadi samping sopir, sholat. Nanti ketika sampai di rumah sudah isya, tidak boleh sholat isya dulu. Sebelum i'adah sholat maghrib, begitu.
tertibnya. Gitu ya. Jadi kan kewajiban kita itu urut. Kecuali dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, kalau sholat isya-nya itu berjamaah. Mampir di masjid misalnya, ya. Isya, ikut sholat berjamaah isya bersama imam, baru sesudah itu i'adah sholat maghrib. Baru boleh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau tidak berjamaah tidak boleh. Harus i'adah sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Gitu ya. Nah, menghadap kiblat ini kecuali sholat sunat di atas kendaraan atau ketika sholat dalam suasana perang. Dalilnya Pak in hiftum parijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam suasana takut sedang berhadapan dengan musuh, parijalan aw rukbana, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil di atas kendaraan. Nah, menurut Ibnu Umar itu walaupun tidak menghadap kiblat dalam suasana perang. Kemudian diatur oleh Allah SWT kalau dalam suasana perang itu umpamanya musuh itu di arah kiblat. Jadi ada satu shop, satu barisan siap dengan senjata terhunus menjaga imam di belakang barisan yang bersiap siaga ini. Di belakang imam barisan yang ikut sholat. Nah, ketika imam sudah 1 rakaat, makmum yang di belakang imam ini salam, cukup 1 rakaat saja, bergantian dengan pasukan yang siap siaga tadi. Pasukan yang siap siaga kembali ke belakang imam, imam rakaat kedua, jamaah yang baru ini rakaat pertama, imam salam dalam rakaat kedua, dia salam dalam rakaat pertama, begitu. Artinya dalam suasana perang pun itu dianjurkan sholatnya berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini kan samping derajatnya 27 derajat. Kalau dalam suasana biasa itu menepis murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni lahimu bi ahlil ardi azaban. Idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashar sarrabtu azabi anhum. Ini firman Allah dalam hadis kursi ini. Sungguhnya aku, kata Allah, benar-benar mau menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini. Fa idza nazartu ila umari buyuti, maka apabila aku melihat masih banyak yang memakmurkan rumahku, salat berjamaah di masjid, menghadiri majelis taklim, wal mutahabbina fiyya, dan tumbuh saling mencintai di antara mereka itu karena aku, karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak aku lihat orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, itulah yang sholat tahajud, sarrabtu azabi anhum, aku alihkan azabku dari mereka. Jadi kalau di negeri itu masjid kosong, tak berjamaah, timbul permusuhan di antara mereka, tidak ada lagi yang tahajud, maka Allah akan menjatuhkan musibah bala di negeri. Ya, jadi karena itu memang para ulama beda pendapat tentang berjamaah di masjid ini. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Maliki sunat muakkad. Kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Kalau Imam Hambali fardu ain. Nah, makanya di Mekah, Madinah itu fardu ain itu. Apa positifnya? Kalau sudah azan, seluruh toko-toko tutup. Ya. Tidak ada yang operasional. Yang non-Islam juga tutup kiosnya. Tidak berdagang. Itu ini Masjid Agung ini di sekitar kita inilah azan masih transaksi pempek segala macam ini. Nah, ini yang saya selalu ingatkan kepada yang mengumumkan itu, diingatkan dulu.
Kalau sudah azan pertama berhentilah dagang berdagang gitu ya. Kita untuk sholat. Ini saja dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudarikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 29 Oktober 2025 Masehi atau bersamaan 8 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemanakan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abdul Khair SSI Halafis. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها مدمت السماوات والأرض وصووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعوذ بالشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركنا ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد،
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.